بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازة لمعين بمجهول من الكتب. إجازة مربدية belli o kitabın ne belli. أو إجازات بمعين أو إجازة بمعين من الكتب لمجهول الناس. تادياش ترسوي. كتاب belliye ve kitabı, إجازة ve kitabı da talebe ilmi نيكي belli. فمثال أول إجازة معينة را وكتاب مجهول به. قوله تعالى أجزتك كتاب السنن. قول المعجزة يعني تبقى أجازتك كتاب السنن مدات تبقى لي يكي ناصكري كتاب السنن كتاب السنن يك سنن يك سنن كي بتبقى لي وهو يروي مثلا كتبا عديدة في السنن مثلا سنن ابن ماجه رواية كريه سنن النسائي كريه الترمذي كريه مثلا ويشاهد بإجازة معينة را أما بكتابني مجهول أن ناصكري وأجازتك بعض مسموعاتي من إجازة تحت هنكي مسموعاته إنكي مسموعات ياخد شيء مسحكية بدون بيان الله بيانك تمام. ومثال الثاني إجاكو إجازة معينة مشهورة إنسان را قوله أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي كتاب هذا كتاب كذا من إجازة دا محمد بن خالد الدمشقي أما أنا محمد كي محمد فرن محمد بن خالد كفربن وياك بس أتنبه معينة را كتاب هذا كذا فلان كتاب معينة أما محمد بن خالد وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم جماعة مشتركة بن يعني في اسم ده فهذه الإجازة باطلة باطلة خصوصا هس تنفق اسمها قصير نعم إن اتضح المراد من المجهول بقرينتين أجل أوي مجهول شيء بيجن كتاب مجهول بس بيجن شخص مجهول به وقت بقرينة كي بلي بس قلنا أبو مجهول وسواء فالإجازة صحيحة شيء إجازة صحيح. الإجازة للمعدوم إجازة هي مثل زارو بسكت ياخذها بمجازة دايك كقول أجزت لمن يولد فلان إجازة داي جي إيكو زارو كفلان كسرة إيكو جي هي بفن. قال في تقريب إذا قلت إمام النووي واختلف المتأخرون في صحتها صحتها دي اختلاف هنا فإن عطفه على موجود قلت عطف كسر موجودة كي مثلا أجزت لفلان فلان كس وهي ومن يولد له وإيكو زارو كي يتشبفن أو لك ولعقيبك داتا وذريتاته ما تناسب شحطة وتشيفن فأولى بالجواز حق إذا أبكو جاسب. وفعل الثانية من المحدثين أبو بكر بن أبي داود في قسم الدعاء محدثة أبو بكر بن داود كريه وأجاز الخطيب الأولى الخطيب بوتي أو الجاسب يعني بوتي هي بعطف بالجاسب أيوة الثاني باب الوسط بوتي بعطف جاز بديره أو بعطف فيش باب أولاي جاز ديره. إجازة ما لم يتحمله المجوز بيش من سماع أو إجازة ليرويه المجاز إذا تحمله المجوز بيزه إذن ده هي تشتكي كو منه قرتيه إذن تبدم هي منه قرتيه مجيز أزبم نب سماعي نب إجازة منه قرتيه إذن تبدم تجبوت روايات بكي تبجازي تجبوت روايات بكي إذا تحمله المجوز واتيك أزبقرم أدبم شكرا أدبم مثلا تشتكي زي هي خلقي بقرم بإجازة تداك وتوانج من روايات بكي ومهي لا قرتيه ففي جائزة. قال القاضي عياض لم أرى من تكلم فيه بالحقيقة هذا خبر ضابط في مناديته ورأيت بعض المتأخرين يصنعون تكرر بعضهم إجازة ذا تشتركوا زي إيش خلقي بكر شعال باب بكر ثم صح القول بالمنع بشاقوتي نراسته. قال الإمام النووي والصواب الإمام النووي قوتي قول المنعي راسته وين نراسته. الإجازة بالمجاز إجازة بالمجاز وكما مثل المدرسة إجازة بالمجاز هي كقول أجازتك مجازاتي شيء إجازة مهاتي داين بدبه أجازتك كما أجاز فلان 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 بيش فمنعه بعض كقوتي ممنوعة. قال النووي والصحيح الذي عليه العمل جوازه خطة عمل متسريحية وبه قطع الحفاظ حافظجي وري قوتي كنا حفاظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي وأوجي فأنا قلت. الطريقة الرابعة أشهر المناولة طريقة أوي تحملي بمناولة مناولة شيء وهي مناولة الشيخ تلميذه وكتاب من سماعه بس كتاب يديكش سماع الشيخ باشتري الكتاب تدي أوقص إجا كافيا شواية وهي نوعاني مقرونة بالإجازة بس تدبين فيها داتا أو ميزات ذات روايتي أو مجرد يا جمال بمداته نبي بإجازة فالمقرونة أو مقرون بإجازة بجواز شواية أو شكل بيجي أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه شيخ ذا فقيه أصل سماعه أو فرعا مقابلا عليه يا أصل بخود دي يا فرعك يغمض هاتي أو كرنا ما
هاتيه برا هاتيه مقايسة كرن ويقول جدي هذا سماعي أو هذا رواية عن فلان يا سماع من يا رواية عن فلان كذا فروي عني معنى إجازة أبد إجازة إيش براه بيجي من روايتك أو أجازتك لك روايته عني أم إجازة ميزة ذاك من روايتك ثم يدفع إليه الكتاب تمليكا بكتاب ذاته بالكرملكيته أو لينسخه يد بيش خلاصك ويقابله وقرشاش مش بك يعني بك قرشيها ثم يرد كتابا جديد تمام. وهناك صور متعددة لهذا النوع مفصلة في المطولات بشكل فيبرن كتاب دريجدا حتى تفصيل كيرين وهي منحطة عن السماع والقراءة ستوي ذا كيم تريش سماع وش قراءته ليش قراءته وسماعه بفارجوا كيم تري كما في تقريب وغيره. واما المجرد اب باذن به تمام يعني مدام مقبول اما كيف ايش سماع بني او راي سماع وقراء قراءة ذا اجا مجرد ايش اذني في ان يناوله الكتاب المختصر على قوله هذا سماعي او من حديث فهم مثل مسموعات منه تبدا يا جفانا حديثي منه دون ان يقول له يروي عني نابي يروي عني نابي اجزت لك روايته عني مش اشترى بجازة ذات الروايات بين ذاك لا بجي. قال النووي فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء واصحاب الاصول. ما النووي بيجي نجاز روايته بذيا بقراء الصحيح فقهاء واصحاب اصول يقولنا وعابوا المحدثين المجوزين لا فهم حسيب جاز يعني وانا عيب دارك كنت شو جاز دير اذا انت تشكيتنا. وقد حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوا الرواية بقولنا من أولها مجرد شيء انتبه جاء خطيب يشتاج قلوبك أهل العلم شو بشكي رواية كي قلت صحيح رواية طبيعي. وقال ابن الصلاح قلت إني رواية بها أي المناولة المجردة تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ قلت يا أساس مناولة مجرد إعلامه بالشيخ قوتي تره تمام إعلام شوية مناولة كانت درسيوي أما إعلام بيش بيفانا أوي منن بيفا رواية منه وناد درسي مثلا الفرق بيفا رواية منه شغلات لما في من المناولة شو أول ده مناولة هي نوري فإن لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية تمام. لما فيه من المناولة تستطيع على رواية بجهاد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة يعني دي قسمي ذاتي بيجي يعني يقولون لما فيها يعني لما في من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية أي فإذا كان بعض العلماء أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ فمن باب أولى يجوز الرواية بالمناولة المجردة يعني عبارة خو أو نكرة مثل قال ابن الصلاح إن الرواية بها يعني رواية أي بالمناولة المجردة تترجع على الرواية بمجرد إعلام الشيخ شما رواية بمناولة مجرد هراج حال ما فيه من المناولة شو مناولة يعني لما فيها قال بيجي ياش قال بيجي يعني في قسمي ده يبي في قسمي يعني تأويل بكي قسمي يوص عقيبة اللي ما فيها شو ده من من باب مناولة مجردة تمام شو مناولة هي شو من شو فينا لا تخلو مشاعر بالإذن فشو أنا أظن ده ذيك يا ذيك أنا أظن كنت أو داي إلا أمكي وكاني وكا إشعارك بإذنه هي ولو نبيجش نوري إجا أي يعني جاء قاوي شيء مصالحك في البيجة دبي فإذا كان بعض العلماء أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ ما دام كي كعالمة جائز دراية رواية بمجرد إعلام الشيخ فمن باب الأولى أنهم يجوزون الرواية بالمناولة المجردة يعني الرواية جاز بدون رواية بالمناولة مجرد كما وضح ذلك في التدريب طبيعة التدريب الإمام النووي شيء سيوطي أو كريه بيان كريه مفهوم؟ صيغ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة صيغ أداء يكي مثلا إجازة بلا مناولة بيجي بيجي شغل مش بيجي شيء بيجي إجازني بيجي ناولني بيجي شيء. حكى الإمام النووي في تقريب عن الجمهور وأهل التحري همش جمهوري همش أهل وتحقيقنا أنه منعوا إطلاق قول حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة جمهوري وأهل التحرية يكتشف شفقتنا إجازة ومناولة حدثنا أخبرنا جاز لدينا تمام يعني مطلقة أما مطلقة بيجي أخبار اللي حدث منه وأنه ينبغي تخصيص ذلك بعبارة تبين الواقع قالك مثلا بيجي حدثنا قال عبارة كبيان واقعي كبيشة مثلا حدثنا إجازة أو مناولة وإجازة يا بس بيجي إجازة وقت إجازة نبي يا مناولة وإجازة مناولة وإجازة هبة ورا بيجي وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا نوري أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته
أو فيما أجازني أو أجاز لي أو ناولني ونحو ذلك. قالت في قيد كفانتشتا قيد لكن قال أخبرني حدثني أو شو هم تشين هذا نيجي نصر. ها نصر. ساكنين. درس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.